بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مصطفى بالعوني، دكتوراه الدولة في إطار العلوم الاجتماعية والإنسانية، تخصص تاريخ الراهن والمعاصر، وعملت مستشارا ومكلفا بالدراسات لسنوات طوال في كثير من الدواوين، خاصة كنت قد اشتغلت مع رجل دولة الأستاذ عباس الفاسي، ثم اشتغلت كذلك مكلف الدراسات في الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالسكنة والتعمير وإعادة التراب الوطني ما بين السنوات 99 حتى السنوات 2008. ثم اشتغلت كذلك في حقول قطاعية أخرى، والآن اشتغلت إلى جانب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الدكتورة عواطف حيار، الآن التي سلمت مفاتيح الوزارة في إطار التعديل الحكومي الذي في حكومة جديدة. هذه الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش، والذي نالت الثقة المولوية كل من الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ثم كذلك كاتب دولة الدكتور عبد الجبار الراشدي، كاتب دولة في الإدماج الاجتماعي لدى وزارة التضامن والأسرة. إذن هذه الوزارة هي التي تجسد ما يسمى بتفعيل الدولة الاجتماعية، وهي التي تحاول هذه الوزارة في إطار الورش الملكي وحماية الاجتماعية، وفي ظل التوجهات الملكية السامية التي يوجهها جلالة الملك إلى حكومته، وبالأخص إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. إذن الأخت الوزيرة التي سلمت المفاتيح إلى الوزيرة السيدة نعيمة بن يحيى وإلى كاتب دولة لدى السيدة الوزيرة قامت بمجهودات جبارة في إطار مجموعة من برامج واعدة، برامج في إطار اقتراحات ومبادرات كبرى، وخاصة ما يسمى ببرنامج جسر. ثم استطاعت من خلال كذلك إلى ترقية وإلى تطور العمل الاجتماعي داخل هذا القطاع الحكومي المتميز، والذي فعلا يجسد الدولة الاجتماعية، والذي يتكئ على مؤسستين هامتين، هي مؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة الوكالة التنمية الاجتماعية. وأن الأخت الوزيرة قامت بمجهودات جبارة في إطار مثلا احترام التوجهات الملكية السامية، وفي احترام البرنامج الحكومي، واحترام كذلك النموذج التنموي، ثم كذلك تفعيله في إطار مبادرات واقتراحات من طرف الوزارة، خاصة في البرامج التي قامت بها، سواء في برنامج جسر أو في إطار تقوية وتطور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو في إطار ما يسمى كذلك بالشراكات المتعددة الأبعاد والمتعددة المجالات مع جميع مكونات المجتمع المدني. ثم أن وزيرة التضامن الحالية التي تسلمت المقاليد هذه الوزارة كذلك هي تنتمي إلى هذه الوزارة وتربت داخل هذه الوزارة، وهي تعرف كذلك أكثر من غيرها، تعرف كذلك مكونات هذه الوزارة، وكذلك كاتب الدولة الأستاذ الدكتور عبد الجبار الراشدي كذلك يعرف جيدا هذه الوزارة. ثم كذلك إن هذا التعديل يأتي في إطار ما يسمى بالقيام بالسرعة القصوى من أجل مثلا تفعيل الدولة الاجتماعية وتقوية الورش الاجتماعي. ثم كذلك سيقومان بالاستمرارية في إطار ما قامت به
الوزيرة التي سلمت المفاتيح وهي الدكتورة عواطف حيار، كذلك من أجل ترقية هذا القطاع، ثم كذلك للحفاظ ترقية القطاع على جميع الأبعاد من الطفولة ومن المرأة ومن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومن الأطفال الشوارع أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كثير من هذه المكونات أو هذه القضايا التي تقوم بمعالجتهم الوزارة بكل مكوناتها وبكل مؤسساتها، وبالأخص مؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة كذلك الوكالة ديال التنمية الاجتماعية. أتمنى للتوفيق والسداد للسادة الوزيرين في مهامهم الجديدة، وأتمنى كذلك أن تكون هذه الحكومة سخية أكثر من الحكومة التي غادرت في الثوب الجديد، وخاصة أن الوزارة تعاني من نقص فيما يسمى بالاستثمارات وخاصة في الوكالة ديال التنمية الاجتماعية. إذن الاستثمار في الرساميل أو الاستثمار أو مشاريع الاستثمارية داخل الوكالة التنمية الاجتماعية. إذن يجب أن تكون هذه الحكومة سخية جدا، خاصة لأن هذه الوزارة هي التي تجسد الدولة الاجتماعية. وأتمنى وأن كما قالت السيدة الوزيرة نعيمة بن يحيى، الدكتورة نعيمة بن يحيى، وكما قال كذلك الدكتور عبد الجبار الراشدي كاتب دولة في لدى السيدة الوزيرة في الاندماج الاجتماعي، قال: كفريق متضامن منسجم لتحقيق الأهداف ولتحقيق هذه الاستراتيجيات وتحقيق كذلك الورش الملكي الكامن في الدولة. لا يفوت الإشارة كذلك بصفة مستشار لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. حضرت يوم 22 أكتوبر 2024 لاجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، وقد تناوب على هذه في إطار العروض كل من السيد رئيس الحكومة، ثم كذلك السيد ممثل عن الحزب الأصالة والمعاصرة، ثم الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ نزار بركة، وكل الفرق البرلمانية، كل رؤساء الفرق في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين. إذن كان الهدف من هذا اللقاء وهو العمل بصفة مشتركة، أولا بصفة متضامنة في إطار انسجام قوي، مثلا انسجام قوي أولا لتسريع العمل الحكومي من جهة، ثم كذلك لتنزيل القانون المالي لسنة 2025، ثم كذلك لتسطير البرنامج الحكومي وتنفيذه الذي هو في عمره الآن أكثر من 20 شهرا فقط. إذن ولهذا أن اتفقت الأغلبية الحكومية على الوصول إلى السرعة القصوى من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سطرته الحكومة في تصريحاتها، ثم كذلك التعامل بصفة مشتركة والتضامن من أجل تنفيذ في هذا البرنامج وتنزيل القانون المالي لسنة 2025. وكما قالت أنه ذلك لا يتأتى إلا بمشاركة كل مكونات العمل الحكومي وكل مكونات البرلمان من أغلبية ومعارضة، الاستماع إلى المعارضة، ثم كذلك الاستجابة إلى مطالبها في إطار كقوات اقتراحية لتفعيل العمل المشترك، العمل البرلماني، وهذه في إطار ديمقراطية التي تسمى بالديمقراطية التشاركية. وشكرا.